لو بتحبوا السينابون رولز هتحبوا الوصفة دي جدا، لان هي اقرب للسينابون او طعم السينابون تقريبا، اللي هي خلية السينابون او خلية القرفة. بس ميزتها عن السينابون انها اسهل في اعدادها كتير عنه. مش هتتشكل بقى وندهنها زبدة ونقعد نحشيها ونلفها ونقطعها. بس في الاخر هي بتدي نتيجة السينابون بالظبط، بس العجينة بتاعتها بتكون هشة وطرية اكتر كمان منه. غير بقى حشوة الجبنة الرهيبة اللي معاها مع ميكس القرفة والكاكاو والصوص الأبيض. أنا مش قادرة أوصف لكم الطعم والريحة مع سهولة المقادير بتاعتها كمان. مقادير العجينة نفسها: 4 كوبايات دقيق، هحط عليهم 4 معالق لبن بودر، احط عليهم كمان معلقتين سكر ومعلقة خميرة واحدة بس، خميرة فورية، ورشة بيكنج باودر صغيرة. هحط كل المقادير دي مع بعض، ديت اللي هي المقادير الناشفة، يعني احط عليهم بقى كوباية ونص مية دافية ونص كوباية زيت. هي دي كل المقادير، بس هحط جنبي نص كوباية دقيق، احتمال احتاجها حسب يعني نوع الدقيق بتاعنا ايه، بيختلف عن بعضه يعني. بس عامة 4 كوبايات دقيق دي بينضاف عليها بس كوبايه ونص ميه دافيه مع نص زيت، هتلاقي العجينه ان شاء الله تظبط معانا. هو انا عامه الدقيق بتاعي محتاجش نص كوبايه الدقيق دي، انا حطيت كل المكونات مع بعض وعجنتهم في العجان بس، وممكن نعجنهم على ايدينا كمان. هي العجينه سهله خالص، بس هي بتحتاج عجن كتير علشان تكون يعني نطلع في الاخر بعجينه تكون طريه قوي. انا عايزه العجينه تكون طريه، مش بتلزق في ايدي، بس تكون طريه جدا جدا ومعجونه بقى كتير وبتنط كده معايا، علشان دي اللي بتخلي خليه النحل عموما في الاخر طريه قوي. ايا كان احنا هنحشيها ايه او هنحط عليها صوص ايه او كده. عموما خليه النحله عايزه تكون العجينه بنفس الشكل ده كده، يعني شفتوا هي طريه قوي قوي، اتعجنت تقريبا 10 دقايق او زياده، يعني سواء على ايدي او في العجان هي مش هتفرق كتير. المهم نوصل بالعجينه انها تكون بنفس الشكل ده كده، اللي هي طريه قوي قوي، بس مش بتلزق يعني مش هتلزق في ايدي هتطلع نظيفه فيها وهتكون طريه بالشكل ده كده كده، يعني هي اتعجنت كويس خالص. هاخد بقى العجينه وهجيب الطبق اللي انا هحطه فيها او البوله اللي انا هحطها فيها، بس هحط شويه زيت صغيرين تحت، يعني تحتها كده، وبعد كده بقى هحطها فيها علشان تخمر. انا عايزه اسيبها يعني لحد لما تخمر او يتضاعف حجمها خالص، علشان العجينه تظبط وتبقى حلوه كمان. طبعا خليه القرفه او خليه السينابون ديت من اقرب حاجه لطعم السينابون بتكون هي، لان تقريبا كل مكونات السينابون بتكون فيها، بس بشكل ابسط شويه عن الشكل المتعارف عليه بتاعنا. هنسيبها بقى لحد ما تخمر، نحطها في مكان دافي، وبعد كده بقى هنجهز الصوص الابيض اللي فوق. هيبقى نص كوبايه من كل حاجه: جبنه كريمي، سكر، لبن بودر. هحط انصاص كده منهم. الجبنه الكريمي دي ممكن نبدلها برضو بنص كوبايه جبنه مثلثات او جبنه كيري، زي ما انتوا عايزين، المتوفر عندكم عادي. هضيف عليهم بس كده مكعب زبده صغير، يعني اللي هو تقريبا مكعب يعني، بس انا عندي كانت بارده شويه فالشكل المكعب متغير. هضربهم مع بعض. طبعا الصوص ده او دي كريمه تقيله جدا جدا، انا بس هقلب المكونات كده مع بعض شويه، وبعد كده بقى علشان نوصل لسمك القوام يعني اللي احنا متعارف عليه بتاع الصوص الابيض، هحط شويه لبن، تقريبا زي ربع كوبايه لبن او اقل، مش هزود كتير في الاول لحد لما نضربها كتير قوي قوي، وهنلاقي بقى الصوص اللي هو الكريمي بتاع السينامون ده، اللي هو مش بيكون خفيف ومش بيكون تقيل. بالظبط كده. طبعا انا هضرب كتير قوي عشان انا حاطه سكر حبيبات مش سكر بودر، ما كانش عندي، وعادي هو الضرب يعني هيخليه يدوب كويس. بعد كده بقى هحط الصوص ده في اي حاجه، بس عشان يعني نعرف نعبيه. انتوا شايفين قوام الصوص بينزل بصعوبه من تحت، يعني انا بعبيه فوق مش بينزل على طول، عشان هو مش خفيف قوي، انا مش عايزاه يكون خفيف، عشان كمان هينزل على السينابون وهو سخن، فمش عايزاه يبقى ميه قوي، فانا يعني عايزاه القوام بتاعه يكون كده. لو انتوا كنتوا حابين تزودوا على الصوص ده معلقه كريم شانتيه بيبقى حلو جدا برضه. انا ما عملتش المره دي، بس انا كتير بعمل عليه معلقه الكريم شانتيه، بتفرق في طعمه قوي. بعد كده بقى خليط اللي هو اللي انا هلف فيه او هرشه على الخليه من فوق، هيبقى معلقه كاكاو وقرفه وسكر، التلاته صغيرين. انا اصلا ما احتاجتش كل الكميه دي، يعني انا عايزه اقول لكم ان انتم ممكن تاخدوا كمان نص معلقه ونص معلقه ونص معلقه. التلاته هنعمل لهم ميكس كده مع بعض، التلاته بالمعلقه عادي، وبعد كده بقى هنسيبهم على جنب. هجيب بقى الصينيه، انا بجهز طبعا كل حاجه. الصينيه هدهنها سمنه او زبده او زيت زي ما انتوا عايزين، دهنتها سمنه على اساس انها يعني هتديها ريحه اكتر حلوه. بعد كده بقى انا قطعت كمان قطع جبنه صغيره مثلثات او كيري زي ما انتوا عايزين. وبعد كده العجينه طبعا خمرت، انتوا شايفين هي طريه ازاي، وخمرت جدا، اتضاعف حجمها وحلوه قوي. الجبنه انا جهزتها والعجينه وكمان الصينيه. انا عملت الخليه المره دي يعني هتبقى كور صغيره، انتوا تقدروا تعملوا الحجم اللي انتوا عايزينه فيها، يعني زي ما انتوا عايزين. هي كمان الكاميرا عشان قريبه مكبره حجمها قوي، بس انا عاملاها يعني دواير صغيره خالص.
هاحشيها بالقطعة الجبنة وهاقفلها كويس أوي، يعني شوفوا أنا قاعدة ألِم من تحت كتير، كتير، كتير أوي لحد لمّا تتقفل خالص، عشان لمّا تدخل الفرن مع الحرارة هي بتعلى شوية فممكن تفتح، فأنا مش عايزاها تفتح. بعد ما هاقفلها كويس من تحت هاروح لفّاها بقى وبرماها كده كويس علشان أبقى متأكدة إنها مش هتفتح لمّا تدخل الفرن، لأن الفرن بيخلّي العجينة حجمها يعني يزيد أكتر، أو زي الخمر كده بيخلّيها تتضاعف حجمها، فممكن تتفتح، فلو اتفتحت الجبنة هتخرج منها وطبعًا مش هيبقى شكلها حلو خالص. وكمان الجبنة هتتحرق. أنا عملت الكمية كلها هي تقريبا حجم واحد يعني، واحنا طبعا مش هنقعد بقى نقيس، لا عادي خالص هنعملها عادي. بعد كده بقى انا كنت يعني دايما بلف الكور في الخليط ده، بس عادي احنا ممكن نرش عليه من فوق او نلفها. انا بحب اعمل الحاجة الاسهل، انا يعني لما عرفت الطريقة ديت فحسيت انها ابسط شوية من ان احنا نقعد نلف كل كورة في الميكس ده، فحسيت ان احنا لما هنعملها كده هتبقى اسهل، فهتبقى احلى كتير. عملتها في ثانية وبعدين هسيبها تخمر تاني. طبعا ضروري جدا، انا دلوقتي هولع الفرن وهسيبه يسخن، وسبتها لحد لما اتخمرت شويه تقريبا ربع ساعه لحد لما الفرن سخن. انا دخلتها فيه، قعدت على درجه حراره طبعا عاليه، دي معجنات يعني دخلتها تقريبا على 220. هي قعدت تقريبا ربع ساعه، من 10 دقائق لربع ساعه. خرجتها تحت الشباك بس كده في المطبخ علشان تهدى شويه 5 دقائق، وبعدين ابتديت احط الصوص عليها. انا بحب احط صوص كتير خصوصا انها سخنه، فيعني هي مش نار قوي بس سخنه، فشويه بشويه هتشرب الصوص، وهي كل ما هتشربه اصلا هتبقى طعمها، يعني طعمها من جوه فيه، يعني لما تحطوه عليها كده وهي سخنه هي هتشربه، فهيبقى طعمه حلو، لان هو الصوص نفسه جميل جدا زي ما انتم عارفين، يعني صوص سينابون اللي هو الصوص الابيض ده. عايزه اقول لكم ان العجينه يعني خطيره حلوه جدا. مش شرط ان احنا نعملها خليه سينابون يعني، او خليه قرفه، لا انتم ممكن تعملوها اي معجنات. ممكن تعملوها اصلا خليه نحل عاديه اللي هي بتكون بجبنه وعليها عسل، او معجنات بجبنه بس، او مشكل جبن. عموما العجينه دي طريه وحلوه قوي قوي. ممكن نبدل اللبن البودر فيها ببيض، يعني الاربع معالق دول ممكن نحط مكانهم مثلا بيضتين، هتطلع برده حلوه جدا. انا مش قادره اوصف لكم الريحه بقى بتاعه القرفه، طعم بقى ميكس القرفه مع الكاكاو، الصوص الابيض كله طعمه تحفه جدا مع بعضه، مع حتى الجبنه اللي احنا حاشينها بيها كمان. انتم ممكن تسقوها من فوق كمان صوص كراميل او صوص شوكولاته، هتبقى حلوه. بس انا اكتفيت بالحاجات دي، جربوها وقولوا رايكم فيها ايه.